السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة اللي اتنزعت من قلب الرجل الصيني اللي قتل أو طحن أو فرم تحت أي مسمى يعجبكم قطة عنده في البيت طحنها في الخلاط. يا هنترى ليه؟ تيجوا نعرف القصة سوا. راجل صيني دخل على مواقع التواصل الاجتماعي ترند إن القطة بتاعته ما سمعتش كلامه، بيكلمها أو بيطلب منها طلب ما سمعتش كلامه. ازاي يعاقبها عقاب شديد تحرم عليه حتى انها تتنفس النفس في الحياة، يعدمها الراحة، يعدمها الرحمة، يعدمها الروح، يعدمها الحياة، يطيرها من على وش الدنيا وبطريقة قاسية جدا 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 وبطريقة وحشية جدا. راح جايب خلاط وجاب القطة حطها في قلب الخلاط وغطى عليها بالغطا بتاع الشفشة الخلاط الكوز بتاعه، وراح مشغل الخلاط على القطة. مش بيحس ان هو كده بقى يعني بيبرد ناره، لا ده بيضحك وبيهقهق بطريقة وحشية وبطريقة قذرة، كأنه لا يملك جوه أعضائه وجوه جلده جوه جسده قلب. هو ما يملكش قلب ولا حتى كلب، لأن هو أصلا ما يعرفش حاجة عن الرحمة، عن الإنسانية، عن الرفق. هو ما يفهمش ده. هو كل اللي يفهمه إن هو مريض نفسي، مريض أخلاقي، مريض إنساني، مريض لا يفهم معنى كلمة إنسانية. هو لا يستحق أن يدخل في تحت بند الإنسان أو حتى الحيوان. إن الحيوان يوم ما بيأذي أخوه بيأذيه زق قتل، جعان بياكله، لكن مش بينتقم منه مجرد عداوة، حقد، غل، قلوب مش موجودة، قسوة. يعني الفيديو لما تشوفوه متعب جدا جدا نفسيا، وما انصحكوش ان حد يتفرج عليه لان هيسيب في جسمه اثر. الاثر ده ملوش علاج نهائي نهائي نهائي. نتمنى ان ما يصادفش ولادنا في يوم ويشوفوا حاجة زي كده، حفاظا على نفسيتهم طول الفترة اللي جاية من عمرهم. الله يحفظنا من قسوة القلوب، الله يحفظنا من بلاء الأنفس، الله يحفظنا من الحقد والغل، الله يحفظنا من الانتقام ودوافعه. ربنا يهدينا حالنا ويصلح أموالنا ويصلح بالنا ويصلح أولادنا ويرزقنا الرحمة في كل أفعالنا، اللهم آمين.